سلام حبيباتي، وش راكم؟ وش راهي صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا مرتاحين وتكونوا بصحة جيدة. امين يا رب العالمين. مرحبا بكم عندي في قناتي اسئلة الطبخ الشرقي. ما ننساش نرحب بالمشتركات الجدد، نقول لكم الف الف مرحبا، نورتوا وشرفتوا القناة. ونحب نشكر المشتركات القدم على التعليقات المحفزة اللي راهم يخلوها لي. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. إذا جيتكم بوصفتي تاع نهار اليوم اللي هو رولي دجاج بواحد لاصوص بيضة يا البنات، تجي بنينة عسل. تبعي باك طريقتي، ما تندميش، تحمر لك وجهك سيرتو مع ضيافك. تبعيني. نبداو في الوصفة على بركة الله. جيبي بولي عشي تاعك، ديريلو شوية ملح ومغرفة موتارد على حسب الكمية. زيدي شوية بصل بعد ما ترحيه في الاشوار، اعصريه شوية من الماء تاعو باه ما يجيكش ما يطلقش الماء تاعو يفزدلك الدجاج تاعك المرحي. زيديلو شوية معدنوس، زيديلو شوية توابل الشاورما، واكيد الكركم والزنجبيل والفلفل الاسود اللي ما نستغناش عليهم في ماكلتي كامل، ويبنوا الماكلة روعة، ويبنوا الدجاج ويمدوله جو روعة وبنين يسخف. تبلي الدجاج تاعك هذاك مليح بالمكونات هذه كامل، خليه يتشرب. بعد ما تزيديله حوالي 3 مغارف شابلوغ راني قلتلكم قبل كيف ما نخدمو. تبليه، لكن شفتيه جاري شويه ما زيديلوش العظام، لكن شفتيه شويه ناشف زيديلو غير الاصفر برك تاع العظام. خلطيه سوا سوا حبيبتي، وخليه يتشرب هذاك لا ماغيناد وديك التوابل السوا حوالي ساعتين. وبالطريقه المعتاده فرشي البابي الومنيوم واكيد البابي فيلم، واحشيه بالفرماج. تحبي الفرماج تاعك تبسطيه على قدر الدجاج، ولا تحبي تخليه هيك. بعد درتلكم قبل طريقة قبل اني فرشت الفرماج عليه، درك حبيت نديرو بالطريقة هذه. ورولي كالمعتاد درتلكم شحال من وصفة تاع الرولي في القناة، ارجعوا برك دوك تشوفوهم بقداه من صوص. اليوم خيرت اني نديرهولكم بصوص بيضة تجي خفيفة وليه توجد. رولي الدجاج تاعك كيما المعتاد بالبابي فيلم ومن بعد بالبابي الومنيوم، وحطي الماء تاعك يغلي، حطي فيه ورقة رند وشوية إكليل الجبل، راح ينسم ويعطر ويجي بنين يسخف. يطلق هذاك الفار في الرولي ويجيك روعة. كملي طيبي حطيه فور في غرضو، كي فور لكو تحسيه طاب حوالي ساعة ونص. نقصي النار وخليه يطيب في غرضو، ومن بعد حمريه في الزيت وخليه يبرد في غرضو. نروحو درك للاصوص في مقلة تكون شوية ثقيلة، ديري حوالي 4 مغارف زيت وعلبة شامبينيون بعد ما تكوني شللتيها خطرة ولا زوز. حطيه يتقلى على نار قليلة حتى تحسي شامبينيون اللون تاعو تبدل وبدا يذبال وبدا يتحمر. كي تحمر لك جيبي سنينة ثوم قصيها عليه، بما انه لاصوص بيضة يعني تحتاج شوية ثوم باه تجيك بنينة، والثوم في الماكلة البيضة ولا في لاصوص بيضة يمدلها بنة بنينة روعة. تبليه بنفس التوابل اللي هي فلفل أسود شوية عذرا زنجبيل شوية ملح، وخليه يتقلى في غرضه. ومن بعد ديري عليه 2 ولا 3 مغارف، حوالي 3 مغارف كبار تاع فرماج. دائما يا البنات انا نقولكم راني نستعمل موندوغ، هو ماشي فرماج ولكن تحضيره جبني يعني بنين. انا ساعدني نطيب به والله يا البنات، ساعدني الماكله تاعو تجي بنينه بالموندوغ. استعملوه ولا جربوه ما تندموش، مش اشهار ولا حاجه ولكن حاجه كي تنفعني نحب ننفعها بيكم. كي يتقلى مليح هداك الفرماج مع الشامبينيون زيدي عليه كريم فريش ورشه معدنوس يبقبقوا شويه وطفي، تجي واحد لاصوص يا البنات بنينه روعه. وهاوليكم الرولي تاعي بعد ما حمرته في الزبده كما قلت لكم، بعد ما برد في الطفوار حمرته في الزبده من الجوانب الكل. وهاوليكم راني نقص فيه. ونروحو دركا للديكوراسيون. تبقى الديكوراسيون انتي حرة فيها كيما حبيتي تقدمي قدمي. انا حطيته في صحن دائري صاير داير. وهاد لاصوص يا البنات تجي بنينة روعة، تجي بنينة وما تتشبعش. نقولك حبيبتي اذا اول مرة تشوفي القناة
ما تبخليش عليا بالجام، إذا مش مشتركة اشتركي. نتمنى الوصفة تعجبكم، ونتمنى نكون كنت خفيفة ظريفة عليكم. زيديلو من الفوق رشة تاع فخوماج غابي وزينيه بالمعدنوس، وإن شاء الله يعجبكم وتجربوه، ودمتم في أمان الله وحفظه. سلام وإلى الملتقى إن شاء الله.